بقول لك ايه ياما؟ نعم يا ابني. النبي ما عندي لبسي، كل اللبس وسخ وعايز دول يتغسلوا بس عشان اروح بيهم الشغل بكره. طب ما قوم مراتك تغسلها. ياما مراتي والده ياما. ما هي والده بقالها 15 يوم. طب ما هي تعبانه، يعني ما نشيلهاش وهي تعبانه؟ احنا يا ابني واحنا زيها كده كنا بنقوم تاني يوم على طول نشتغل. انتوا ايامكم غيرهم. لا كنا بنقوم نشتغل وننزل السوق ونجيب كل حاجه من السوق. طب عملت لنا لقمه ناكلها؟ لا ولا عملت اكل. ده المطبخ على بعضه ياما مليان مواعين. طب ما هي مراتك خلاص ما ولدت وسبعت وخلاص. يعني هي ملهاش حق ترتاح شويه ياما؟ ما ارتحت 15 يوم يا ابني. 15 يوم؟ ده المفروض 40 يوم. لا 40 يوم ده الواحده بتنزل تعمل كل حاجه. ده كان ايامكم يا حاجه، ايام السمنه البلدي والبط والفراخ البلدي. ما هم دلوقتي برضو بياكلوا اكل حلو برضو. ياما انتوا كان على ايامكم الاكل صحي. صحي ايه يا ابني؟ كنا بناكل فرخه، حته فرخه وحبه شرب. هم دولت اللي كنا بناكلهم، انما دلوقتي لا هات كفته، لا هات دريفلي، لا هات بيتزا، لا هات مش عارف ايه، وبياكلوا الحاجه اللي على مزاجهم. انما احنا ما كناش بناكل الحاجه اللي على مزاجنا، الحبه الشوربه وحته الفرخ. انت شايله ومعبيه ياما. ياما انت بتشوفيها بتعمل حاجه في يومها؟ يعني ايه يا عمرو؟ ما تبقاش تعبانه وهي ماسكه وهي قاعده على النت طول النهار. قاعده على النت؟ طب اسكتي بقى، ما تعملناش مشاكل والنبي. لا تبقى ماسكه التليفون طول النهار يا عمرو. طب خلاص ياما، ما هي لازم ترتاح شويه. في فتره الحمل ترتاح. راح للدكتور، جايه من عند الدكتور، لا الدكتور اداها الابره كذا، لا فاتمانات، لا مش عارف ايه ده الواحد مل يا اخي. مل طول الحمل وهي قاعده طول الحمل وهي قاعده عماله اخدمها واعمل دي واعمل دي. وانت عايزاها تقوم تعمل حاجه وكمان وهي حامل؟ تقوم ما هعمل ايه يعني؟ كل ده لوحدي؟ يعني كل ده بقول لك اغسلي لي طقم عشان الهدوم وسخه، عملتي لي مرشح؟ انا ماما اغسلهم لنفسي ياما. طب ما هي يا ابني والده بقالها 15 يوم مش قادره تقوم، تعبانه. هي هتغسلهم على ايديها؟ ما هتغسلهم في الغسال. بقول لك مش قادره يا حاجه. الف سلام. انا هغسلهم انا. حد يلاقي دلع وما تدلعش. انا هسال البرنامج بيتعمل ازاي واغسلهم انا. شكرا يا حاج.